العقلي هو أنه لو خرج ممكن عن تعلقها لزم فيه العجز، وهو مستحيل عليه تعالى. يعني لولا قال الدليل لولا أن القدرة لا تتعلق بالممكن لأدى ذلك إلى وصف القدرة بالعجز، والعجز عرض، والعرض لا يقوم بالقدير، وهو مستحيل على الله تعالى. هذا الدليل العقلي على كون القدرة تتعلق بالممكن، لأن عدم تعلقها بالممكن نقص في حقها. والدليل النقلي قوله سبحانه وتعالى والله على كل شيء قدير، وقوله جل ذكره وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والمراد بالشيء في الآيتين الشيء اللغوي والممكن، والشيء هو الموجود. قوله بلا تناهي ما به تعلقت، ليت لما جينا للقدرة ماذا قال في التعلق؟ لا نهائي. أما القادرية فعلها متناهي أو غير متناهي؟ القادرية متناهي محدود، ما خلقته القدرة وهي القادرية محدود، بينما التعلق اعتباري ومفهومي لا نهاية له. القدرة متعلق بالممكن بس قاعدة عامة، أما كم ممكن سيأتي ما لا نهاية. وقول بلا تناهي ما به تعلقت أي الممكن الذي تعلقت به القدرة ملتبس بعدم التناهي في المستقبل، فمتعلقات القدرة لا تنتهي إلى حد ونهاية، إذ منها نعيم الجنان وهو متجدد شيئا فشيئا. وأما ما وجد في الخارج من الممكن فهو متناه، لأن كل ما حصله الوجود من الممكن فهو متناه لاستحالة حوادث موجودة لا نهاية لها. مفهوم؟ يكفي لهنا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.